هنعمل النهاردة صابون دهب، وحرفيا هتعمليه بمكون بترميه. النهاردة هنستغله وهنعمل بيه أقوى وصفة صابون ممكن تعمليها، وكمان هنعمله يقضيكي شهر رمضان كله. هنعمل 10 لتر، تكلفة اللتر هيقف عليكي بجنيه واحد بس. ومش عايزة أقولك بقى على ريحته، ريحة روعة هتحبك في تصبين المواعين، وهتخلي مواعينك زي الكريستال. وكمان عليه حتة رغوة تجنن. هتشوفي رغوته دلوقتي عاملة ازاي. بس أتمنى منك لو انت أول مرة تشوفيني تدخلي حالا تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتدعمينا. وشكرا للاتنين تلاتة اللي بيحطوا لنا اللايك على راسنا من فوق. اتمنى من الكل يعمل لايك، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وهو اللي بيبين فيديوهاتي للناس. فلو حابين محتوى يظهر للكل يا ريت تدعمونا باللايك. وتعالوا نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وانزلوا حالا في التعليقات وصلوا على الحبيب اللي هيشفع لي ويشفع لك يوم القيامة ان شاء الله. تعالي بقى نخش ونشوف المكون القمر اللي بترميه وتفرطي فيه. انت هتقدري تعملي بيه احلى صابون سائل حرفيا. قشر البرتقال، قشر الليمون، قشر الاستفندي، مفيش حاجه هتقول لا. اي قشور عندك هتجمعيها كده على بعضها، واي حاجه تتفضل عندك ما ترميهاش، هتربطيها في كيس كده في الفريزر على رف التلاجة، مش هيحصل لها اي حاجه. تمام. هنجيب شفشق كده خلاط وهنشتغل فيه، وهنبتدي نقطع. يعني حاولي تقطعيه حتت صغيره كده على قد ما تقدري، وهنضربه في الخلاط بس مش هنضربه جامد. يعني مجرد كده ناخد الزيوت اللي فيه كده، العطريه اللي فيه وكده. شكرا جدا. وهناخد اللون كمان علشان احنا النهارده مش هنضيف اي الوان، وهنكتفي باللون الطبيعي اللي موجود جوه القشور. هنضربه. وعايزه اقولك ان انتي هتضربيه وما تضربوش جامد، عايزاه خشن شويه علشان يعني لما تيجي تصفيه ما يتعبكيش في تصفيته، ما ينزلش معاه حتت صغننه كده من القشور. ضربناه ضربتين وبعد كده هنصفيه. هتعديه على مصفى تكون ضيقه. والخطوه دي مهمه جدا علشان خاطر يعني تمنعك ان انت تصفيه كذا مره، والحاجات الصغيره اللي بتتفضل دي ممكن تبوظ معاك الصابون وتفسده. انا عملت شبشقين من قشر البرتقال، يعني نقول عملنا 2 لتر. تمام. صفتهم مرتين زي ما قلت لكم علشان خاطر اضمن ان هو مجرد زي اكنه عصير بالظبط. شمي احلى ريحه، اكنك حرفيا عامله عصير برتقال، ريحه مركزه جدا جدا. تمام. هبتدي بقى ازود الكميه ميه، زودت كمان لتر ونص، وهضيف كمان لتر ونص، يعني ضفت 3 لتر على ال2 لتر، اصبحوا كده 5 لتر. هنجيب دلوقتي معايا الدقيق، يا دقيق يا نشا المتوفر عندك هتضيفي لي منه 4 معالق. يعني ما توقفيش نفسك، المتوفر اشتغلي بيه. كده هنتكلم على التكلفه لغايه دلوقتي، احنا لسه ما كلفناش نفسنا اي حاجه. قشر البرتقال اهو كان هيترمي في الزباله. الدقيق مفيش بيت ما فيهوش دقيق. تمام. هبتدي بقى اديله تقليبه حلوه جدا لغايه ما يمتزج كده، ما يكتلش معايا، واتاكد ان مفيش ولا كتله من الدقيق. عايزه اقولك ان الوصفه سهله جدا، مش محتاجه منك اي تقليب خالص، هي مجرد بس بتمزجي الحاجه في بعضها وخلاص، يعني مفيش افراط في التقليب. تعالوا المكون اللي بعد كده، ومعايا معلقه من البوتاس معروف عندنا في مصر، يا اما هيدروكسيد الصوديوم وهو الاسم العلمي ليه، او باتش او كوستيك او اترونا، حجر تسليك مجاري. الاسامي كتير جدا وكل بلد وليها المسمى بتاعها. وعلى العموم انا في كل وصف بكتبه وبستخدم البوتاس، بكتب في صندوق الوصف الاسم الاسامي بكل الدول بتاعته، علشان حبايبنا اللي بيسألوا وبنقوله في كل مرة، علشان الناس الحبايب قلبي الجداد على القناة. فاديله تقليبه كده واتاكد ان هو ممتزج. هتحسي الكوبايه سخنت منك كده، هبتدي بقى ادي تقليبه علشان خاطر اي رواسب للدقيق رقدت تحت في قعر الطبق، هبتدي تمتزج تاني عشان ما يكلكعش معايا. اديها تقليبه كده في الاول، وبعد كده هنزل بمعلقه البوتاس اللي دوبتها في الميه. هتحسي بقى الخليط هيبتدي يتغير لونه، اللون هيغمق معاكي شويه، هيبتدي يتقل. والناس اللي بتقول الطريقه دي بديل التكسبون، لا طبعا انا ضدهم تماما. التكسبون حاجه تانية خالص. التكسبون ده لتعزيز الرغوه، وهو المسؤول عن الرغوه اصلا. ده يعني انا بدي قوام تقيل، بتقل بيه قوام الصابون، علشان لما احط صابون وابتدي ازوده ميه الصابون ما يحلش معايا وما يكونش خفيف. هي بس دي الخطوه اللي بنستخدمها. زودت هنا كمان لتر ونص من الميه. انا ابتدي زودي ميه براحتك، انا كده ما يقارب عملت تقريبا 9 كيلو. ولسه لما اجي استخدمه هزود ميه براحتي، يعني اخد شويه ازودهم ميه. انت حابه تفكيه ب10 لتر تمام، حابه ب9 ب8 اللي يريحك، بس انا اديتك الطريقه، وطبعا على حسب ما انت عايزه.
في المرحلة دي انت حابة اي اضافات تحطيها براحتك، كل ده انا ما دفعتش حاجة. تمام. تعالوا بقى الاول اضافة، وهي الاضافة الوحيدة اللي هشتريها، وهي هستخدم 2 لتر من الصابون اي جودة. انا هنا استخدمت جودة يعني متوسطة، لا عالية جدا ولا رديئة. يعني الكيلو بتاعه ب5 جنيه، انا ما اقدرش اقول سعره عندكم ايه، كل واحد ومنطقته. فانا استخدمت جودة متوسطة 2 لتر وحطيتهم كاملين. ماشي. وحاولي بقى تركة مهمة جدا، حاولي تحطي صابون يكون لونه اصفر، علشان لما يتفاعلوا مع بعض درجة اللون ما تديكيش لون مختلف تماما، يعني علشان خاطر الناس اللي بتلاقي يعني بتهتم قوي بالالوان. فانتي عايزاه لونه اصفر كده زي ما انت عايزة، فحطي صابون يكون لونه اصفر. ويا ريت الصابون اللي هتضيفيه يكون صابون يعني تكوني شارياه من بره، عشان هما بيحطوا مادة حافظة تحفظ لي الصابون ما يبص مني، وخصوصا ان انا عاملة كمية كبيرة. بص الصابون قوام عامل ازاي، انا ما عملتش اي حاجة غير ان انا دخلتهم في بعض بس كده تقليبة. تعالى اقولك على الاضافات اللي انت حابة تضيفيها. حابة تحطي كربوناتو، ممكن تحطي معلقة، ممكن تحطي معلقة ملح ليمون، ممكن تحطي معلقتين من السكر، ممكن تحطي معلقة او معلقتين من اي برسيل بودر عندك، يكون الغسالات العادية لو انت بتدوري على رغوة، بس الرغوة قوية جدا. بس ما تحطيش ملح، لان الملح ممكن بالخطأ يحل منك الوصفة. فانا بصراحة ما حبيتش اي اضافة، عشان في ناس كتير جدا بتقولي مكون ومكونين بنلاقيهم 50 مكون. فانا حبيت اوريكي النهاردة هم 3 مكونات بس اللي استخدمتهم، وطلع لي انجح صابون معاكي. صابون حرفيا ينافس اي صابون بتشتريه من بره، او كمان صابون الشركات، هيخلي لك مواعينك زي الفل. هتفرحي جدا جدا لما تيجي تغسلي من شدة ريحته الجميلة. عارفة انت ريحة البرتقال كده القوية المركزة دي، يعني هيحببك فعلا في تصبين المواعين. وكمان بقى هتخلي المواعين معاكي قشطه، هتلاقي المواعين بتنور. خدت زي ما انتم شايفين كده، جبت طبق اختبر لكم الرغوه. الناس اللي بتحب الرغوه بقى زي حالاتي تعالوا يجمعوا لي هنا ويشوفوا الرغوه القمر اللي هيعملها. بصي لي بقى هنا، هم شويه صغيرين جدا اللي حطيتهم في طبق الميه ده كله. بصي لي بقى الرغوه عامله ازاي. فانت كده الشويه اللي احنا عملناهم دول هيقضوكي حبة محترمين، يعني ممكن يقضوكي طول شهر رمضان. مش ممكن، ده اكيد هيقضوك ان شاء الله بمشيئة الرحمن طول شهر رمضان. مش هتشتري حاجة خالص من بره، امشي ورايا وان شاء الله هتستفيدي وهتوفري على نفسك وعلى بيتك كتير جدا. بصي لي بقى شوية الصابون اللي وقعوا دول هيخلوا الرخامة بتبرق، ريحة النظافة هتهل عليك يا روايح النظافة بقى. وخلص الفيديو، واتمنى يكون عجبكم، ونتقابل فيديوهات جديدة ان شاء الله، وكل سنة وانتم بالصحة والسلامة، والسلام عليكم.